النصر يتعاقد مع لاعب آسيوي ويعيد تسجيل أوسبينا. سووا لايك ولا تنسوا تشتركوا بالقناة عشان نوصل ل1000 مشترك. إدارة النصر تجدد عقد الثنائي أيمن يحيى وعلي الحسن، وعقودهم تمتد ل4 سنوات قادمة. نادي الاتفاق يعلن تعاقده مع ثلاثي النصر سيكو فوفانا وخالد الغنام وعبد الله مادو. سيكو فوفانا وعبد الله مادو على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، أما خالد الغنام تم بيع عقده، وعقد خالد الغنام مع الاتفاق يمتد ل4 سنوات. الأسطورة كريستيانو رونالدو بدأ التعافي من الإصابة، ويسعى المعد البدني في الفريق تجهيزه لمباراة انتر ميامي بكرة يوم الخميس، وهذه هي التشكيلة المتوقعة للمباراة. بس للأمانة ماني متأكد مين حيكون الحارس. الأخبار تقول إنه الحارس حيكون وليد عبد الله، بس كذا منطقيا نواف العقيدي موجود وأوسبينا جاهز، ليش نلعب بوليد عبد الله مع احترامي له؟ فالواضح إنه الحارس حيكون أوسبينا. وعلى طاري أوسبينا، نادي النصر يعلن تسجيل الحارس أوسبينا بديلا لفوفانا. سيتم كمان تكريم لاعبي النصر بمناسبة تحقيق كأس البطولة العربية أو كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهذا ضمن فعاليات موسم الرياض. لكن ما أعرف متى بتكون، هل حتكون في مباراة انتر ميامي ولا إيش؟ ما أدري والله، بس لو طلع أي شيء عن الموضوع هنزله في المنتدى. نادي النصر يعلن التوقيع مع اللاعب الدولي الأسترالي عزيز بيهتش بنظام الإعارة لنهاية الموسم، قادما من نادي ميلبورن سيتي الأسترالي. النية واضحة، هدفنا الموسم هذا دوري أبطال آسيا، إما دوري أبطال آسيا وإلا فلا. الغريب إنه ما طلعت أخبار تقول إن النصر يفاوض عزيز بيهتش. فجأة قبل إغلاق فترة الانتقالات النصر أعلن عن الصفقة. طيب عزيز بيهتش لاعب أسترالي يبلغ من العمر 33 سنة وطوله 170 سنتيمتر، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وحيلعب في دوري أبطال آسيا فقط، ولن يستطيع المشاركة في الدوري. من الفيديوهات باين إنه سريع، عنده قوة بدنية، عنده نزعة هجومية، ولاعب خبرة كمان. عنده 58 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي. الحلو إنه إعارة، يعني حتى لو ما مشي الحال لا سمح الله نهاية الموسم حيمشي، حيكون حل مؤقت جيد في دوري أبطال آسيا. يوم الاثنين القادم سيشهد عودة جميع اللاعبين الدوليين السعوديين بالإضافة إلى ساديو ماني إلى التدريبات الجماعية. وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وانشروا المقطع واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. ظاهر لكم الآن على يسار الشاشة مقطع، شيكوا عليه، وأشوفكم المقطع الجاي.